اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف في العمل اليومي ديال اي مشروع اللي هو التسويق الرقمي. في هذا العصر التسويق الرقمي يعني الديجيتال ماركتينغ غادي يخليك توصل لاكبر عدد من الزبناء وتبني قاعده قويه. فاذا كان عندك مشروع مقاوله صغيره متوسطه او ستارت اب او تعاونيه كما كان الحال، فالتسويق الرقمي هو المفتاح النجاح في السوق. وهاد السلسله ديال الفيديوهات موجهه للناس اللي عاد كيكتشفوا العالم الرقمي. اما بالنسبه للمحترفين فمن بعد غادي يتعمقوا اكثر ونوصلوا لافكار وتقنيات متقدمه في التسويق الرقمي. اذا نبداو على بركه الله. التسويق الرقمي كيعطيك امكانيات كبيره باش توصل لاكبر عدد ممكن من الزبناء وباقل تكلفه. من بين المزايا المهمه هو انه كيتيح لك قياس نجاح الحملات بدقه، يعني تقدر تعرف شحال من شخص شاف الاعلان ديالك، شحال من واحد منهم تفاعل معاه، وشحال منهم ولاو زبناء ديالك. وزيادة على هذا التسويق الرقمي كيعطيك القدرة على أنك تستهدف جمهور محدد اللي كيهتم بالمنتوجات أو الخدمات اللي كتعرضها أنت، أو اللي سبق ليه يتفاعل مع منتوجات أو خدمات شبيهة للمنتوجات ديالك. مثلا إلا كنتي كتسوق منتوج رياضي باغ اكزومبل تطبيق ديال مثلا قياس الوزن أو قياس المسافات المقطوعة في الجري أو حتى الملابس الرياضية، تقدر تستهدف الرياضيين أو المهتمين بالرياضة مباشرة عبر الانستغرام أو الفيسبوك أو المنصات الأخرى، وهما كيتيحوا لك داك الشيء. يعني غير كتبقى تكوشي شي مسائل وكتكتب شي كلمات مفتاحية، وهكا الاستهداف كيكون قوي بزاف. كاينين بزاف ديال القنوات اللي تقدر تستعملها، كل وحده عندها مميزات ديالها. غادي نذكروا بعض القنوات اللي غادي تساعدك باش توصل للزبناء ديالك. مثلا فيسبوك، انستغرام، تويتر، لينكدين، كل هذه الشبكات عندها جمهور خاص. مثلا لينكدين يناسب الشركات اللي خدامه في المجالات المهنيه. من اهم النصائح اللي خاصك تنشر محتوى باحترافيه وباستمرار، حيث منصات التواصل الاجتماعي كيهمها تشوف كونسيستنسي، يعني تكون منتظم وباستمرار كتبوست. مثلا انستغرام الافضل تنشر بين 3 و5 مرات في الاسبوع المنشورات العاديه، واللي ستوريز يمكن تنشر 2 في النهار او 3 في النهار على حسب. فيسبوك خاصك تنشر مره او 2 مرات في النهار، ولينكدين تقريبا مره حتى 2 مرات في النهار كذلك على حسب، باش تبقى ديما حاضر في البال ديال الزبناء. اذا غندوزو لنقطه اخرى اللي هي الاعلانات المدفوعه PPC. اعلانات المدفوعه بحال جوجل ادز او فيسبوك ادز كذلك تسمح لك توصل بسرعه للناس اللي مهتمين بالمنتوجات. يمكن تبدا بميزانيه صغيره وتشوف النتائج. مثلا فيسبوك عنده ادوات قويه باش تستهدف الفئات المعينه المخصصه اللي خصك تستهدف. اذا نقطه اخرى كذلك ندوزو ليها هي تحسين محركات البحث الاسم. فهو كيضمن لك ان الموقع ديالك يظهر في نتائج البحث ديال جوجل او اي محرك بحث اخر بطريقه طبيعيه، c'est-à-dire كيكون ان ريفيرونسمون ناتوريل. هادشي كديرو من خلال تحسين الكلمات المفتاحيه لي موكلي والمحتوى ديالك والسرعه ديال الموقع باش كيتلوضا بالزربه. كذلك قابليه الموقع باش يتقرا في بيسي ولا التليفون ولا التابلت، خصو يكون كيتقرا على جميع الاجهزه. وكذلك السيت ويب كيكون سريع في اللودين ديالو باش الناس اللي كيقلبوا عليك على المنتوجات ديالك او الخدمات اللي كتشبه داك الشيء اللي كدير انت
غادي يلقاو الموقع ديالك هو الاول او في الصفحه الاولى مثلا، لان الاغلبيه كيشريو او كيدخلوا غير في الصفحه الاولى تقريبا واحد البورسونتاج كبير. مثلا شي واحد عنده مشكل في الضوء ديال الدار ديالو مثلا في طنجة، ملي غيدخل لجوجل غادي يكتب الكتريسيان اطونجي، خاصك تكون انت الاول او من بين ثلاثه الاولى وعندك تعليقات ايجابيه من الزبناء السابقين. فتحسين محركات البحث الاس او كياخذ وقت نسبيا كبير باش تطلع في البحث، ولكن اي حاجه خصها الصبر بطبيعه الحال والمثابره، ولكن النتائج كتكون طويله الامد. التسويق بالبريد الالكتروني رغم انه قديم ولكن باقي فعال بزاف. خاصك تبني لائحه ديال الزبناء، ترسل لهم عروض مخصصه مباشره لبريدهم الالكتروني. بهذه الطريقه كتقوي العلاقه مع الزبناء ديالك وكتزيد من فرص المبيعات. اذا غادي ندوزو لواحد النصائح اللي غادي نقدم لكم باش غتعاونك باش تحسن الاستراتيجيه في التسويق الرقمي ديالك. خاصك تحدد الجمهور المستهدف قبل ما تبدا اي حمله اعلانيه. خاصك تحدد بوضوح شكون هما الناس اللي باغي توصل ليهم. خاصك تاخذ وقتك مزيان وتعرف شكون هاد الناس هادو. كل ما كنتي دقيق كل ما كانت النتائج افضل. استعمل محتوى مهني ومستمر. الاستمراريه مهمه بزاف، سواء كنتي كتسوق عبر الفيديوهات، الصور او المقالات. خاصك تنشر بجوده عاليه وبانتظام، لان وسائل التواصل الاجتماعي كتبغي الحسابات اللي كتنشر بانتظام. حاجه واحده اخرى، الاعلانات المدفوعه. الا كنتي جديد في التسويق الرقمي جرب الاعلانات المدفوعه بميزانيه صغيره اولا باش تشوف هادشي واش كيعطي نتائج مزيانه او لا. راقب النتائج وعدل الاستراتيجيه. استعمل ادوات بحال جوجل اناليتيك او فيسبوك انسايت، اودينس انسايت، او ادوات بالخلاص الا بغيتي دقه وشموليه وجوده عاليه باش تراقب المردوديه ديال الحملات ديالك وتعدل بناء على النتائج. كاينين بزاف ديال الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس. غادي نذكروا جوج اخطاء اساسيه اللي هي عدم تحديد الجمهور بدقه. الا ما كنتش محدد الجمهور ديالك باستهداف فغادي تخسر فلوس بدون نتائج ملموسه. ثاني نقطه، تجاهل البيانات. الداتا هي اللي غتوريك شنو خدام وشنو ما خدامش. خاصك تراقب النتائج وتعدل بناء على التحاليل باش تكون عندك نتائج افضل. اضافه لعده اسباب اخرى اللي ما غيقدناش الوقت نهضروا عليها اليوم وغادي نهضروا عليها في حلقات مقبله ان شاء الله. التسويق الرقمي هو وسيله فعاله باش توصل زبناء جدد وتبني قاعده زبناء قويه، وكذلك باش تخلي الماركه ديالك او الاسم ديالك ديما حاضر في ذهن المتتبعين. خاصك تختار القنوات الرئيسيه المناسبه للعرض ديالك وتكون عندك استراتيجيه واضحه. شكرا بزاف على المتابعه، ما تنساش دير ابوني. الا عندك شي سؤال خليه في التعليق ونتلاقاو في فيديو جاي.